السلام عليكم. ايه رايكم يا جماعه في الطعميه دي؟ تعالوا اقول لكم احنا عملناها ازاي بسرعه كده. اول حاجه جبت الفول نقعته من بالليل لحد الصبح، كمان جبت عندي هنا كزبره وبقدونس وكرات وبصله وتوم. حطيت يا جماعه نص كيلو فول، حطيت عليه بصلايه وشويه من التوم وشويه من الكزبره زي ما انتم شايفين كده، مش كتير عشان بس لونها ميبقاش اخضر قوي. خلطت الحاجات دي كلها كده مع بعض، وبعد كده رحت حطاها في الكبه اول مفرمه زي ما انتوا حابين. بصوا بقى، هنلحق الكميه دي كلها كده مع بعض طبعا باستمرار، وبعد كده هننزل عليها شويه شويه من الميه مش كتير عشان بس ترضى تطحن معانا كويس. انا عايزاها لغايه لما تطحن الفول قوي واتاكد ان هو اتطحن كويس بالظبط بنفس الشكل ده كده. اول ما اتاكد ان الفول بتاعي اتطحن كويس بالشكل دوت، هاخده بقى وانزله في طبق. وتعالوا بقى اقول لكم على الخطوه اللي هتخليها هشه وخفيفه زي بتاعه المطاعم بالظبط. السر عندي هنا هيكون في المضرب، ولا هنحط بيكنج باودر ولا بيكنج سودا ولا الحاجات دي خالص. لا، احنا هنخليها هشه كده وخفيفه زي ما انتم شايفين القوام بتاعها. بس اهم حاجه تضربيها حوالي ما يقلش عن 10 دقايق. شايفين عامل ازاي الفوم، ازاي زي الكيكه الاسفنجيه كده. كل ما نضرب فيها وكل ما هنحس ان كميه الطبق بتزيد. بصوا ما شاء الله ملت الطبق ازاي، شايفين عامله زي الفوم ازاي. دلوقتي بقى هنحط لها التوابل بتاعتها، طبعا مش هنحط ملح دلوقتي خالص لان انا هشيل منها في الفريزر. الكميه اللي هحطها في الفريزر مش هحط لها ملح، انما اللي هقليها دلوقتي هي اللي هحط لها الملح. طبعا انا خلاص شلت منها في الفريزر اهيت. ودلوقتي بقيت الكميه اللي عندي ديت هي اللي حطيت لها الملح. بصي بقى هتشكلي زي ما انت حابه كده. انا طبعا ما شكلتش خالص، انا مسكت بايدي وحطيت زي ما انت شايفه كده. بصوا بقى طلعت معايا بسم الله ما شاء الله احلى طعميه ممكن تاكليها، وكمان مقرمشه وخفيفه وزي بتاعه المطاعم بالظبط، يمكن احلى كمان وانضف. شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ لو عجبكم بقى الطعميه لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب اكون فدتكم وما طولتش عليكم.